الهدف الاول للالمان. ترجم اليونان. اخر كرة ارجنتينية. لماذا ترفضينني يا كاس الذهب؟ ماذا فعلت؟ وليونيل ميسي اقنع بالفضة ولم يظفر بالذهب. هم يعتقدون، يتأملون، يحلمون، يثقون فيك يا ابن البولجا. كبيرهم في صغره. الليو ميسي والمونديال قصة ابتدت من 18 سنة في أول مباراة لميسي في كأس العالم 2006، وصاحب ال 18 عام وقتها قدر يسجل أول أهدافه في البطولة، بقى من أصغر اللاعيبة في تاريخ منتخب الأرجنتين اللي شاركوا في البطولة. بس البطولة دي ما كانت لأنه يا دوب 18 سنة بس، وفعلا الأرجنتين ودعت البطولة في ربع النهائي قدام المكانات الألمانية، وميسي وقتها كان دكة وما لعبش. ووقتها بيكر مان مدرب المنتخب اتكلم معاه وقال له ستصبح أفضل لاعب في العالم، أرى ذلك، لكن كأس العالم هذه لن تكون لك. وفي 2010 ميسي كان حقق أول كرة ذهبية، وكمان دييجو أرماندو مارادونا كان مدرب المنتخب. مشجعين الأرجنتين شافوا إن الفوز بكأس العالم مسألة وقت مش أكتر، ووقتها كان المدرب فرناندو سينيوريني هو المعد البدني لمنتخب الأرجنتين، ووصف علاقة ليو ميسي ومارادونا وقال هناك إعجاب متبادل بينهما، الأمر يشبه النظر في المرآة، مارادونا يرى ميسي خليفته وليو يحقق الكثير ويأمل أن يحقق إنجاز مارادونا. البطولة ابتدت والأرجنتين ما كانش عندها مشكلة في مجموعتها واتأهلت بكل سهولة، وبعد كده قابلوا منتخب المكسيك وكسبوهم. بس بعد كده جت ألمانيا تاني، وألمانيا وقتها كان منتخب قوي ورخم ومعاهم الخبير يواخيم لوف، وخرج من البطولة برضو قدام ألمانيا. والقصة بتنتهي بطولة 2014. ميسي وقتها كان الأفضل في العالم ومستواه اتطور عن آخر نسخة، وكان ليه منتقدين كتير وقتها. التتويج بكأس العالم وقتها كان الرهان، ستكون تلك كأس عالم ميسي، ولكنه اختار أن يكون القائد الصامت. ميسي ابتدى البطولة وهو في قمة مستواه، وكسبوا أول مباراة بهدف فردي منه قدام منتخب البوسنة والهرسك، وبعدها كسبوا إيران في آخر دقايق المباراة، وفي ماتش نيجيريا الصعب قدر يسجل هدفين وفازت الأرجنتين، وبعدها تأهلوا ولعبوا سويسرا وكسبوا بصعوبة علشان يقابلوا بلجيكا، وفي نص النهائي يكسبوا هولندا بركلات الترجيح. واللي يشوف النتائج دي يحس إن الأرجنتين تاريخية، لكن لم تكن الأمور جميلة، فقط الأرجنتين في النهائي وميسي يقترب من الخلود. نهائي كأس العالم 2014 الأرجنتين وألمانيا بقيادة يواخيم لوف مرة تانية. المباراة كانت صعبة، ميسي ضيع وكلوزا في ألمانيا ضيع وهيجوايين ضيع، والمباراة راحت للوقت الإضافي، وكل ما الوقت يفوت تحس إن ممكن يحصل انتصار لميسي، ممكن تبتسم الكرة أخيرا. بس في وسط كل ده جود ألمانيا بكأس العالم 2014 ويخسر ميسي ثالث كأس عالم وبشكل حزين تماما. كأس العالم روسيا 2018 بطولة الأرقام السلبية لمنتخب الأرجنتين. ابتدت البطولة بماتش أيسلندا، وفشل منتخب الأرجنتين إنه يفوز وتعادل 1-1، وبيجي بعدها الماتش التاريخي قدام كرواتيا، ويقدر المنتخب الكرواتي يفوز بنتيجة 3-0 بقيادة لوكا مودريتش. ووقتها كرواتيا أثبتت قوتها والعالم كله حط عينه عليها، وبرضه حط عينه على خروج مبكر قريب من الأرجنتين اللي هيلعبوا نيجيريا ولازم يكسبوا، وفعلا يفوز المنتخب الأرجنتيني ويتأهل بصعوبة علشان يلاعب الديوك منتخب فرنسا بوجود السريع والفعال كيليان امبابي. وابتدت المباراة وحارس الأرجنتين هو فرانكو أرماني، واللي كانت إمكانياته ضعيفة جدا، وده اللي كان واضح في المباراة علشان يقدر يسجل منتخب فرنسا 4 أهداف في مرماه، وتنتهي المباراة التاريخية دي 4-3 لصالح الديوك. وخلينا نقول إنه فعلا تاريخية، لأن وقتها ابتدت فعلا أسطورة امبابي مع منتخب فرنسا. ميسي بقى عنده 35 سنة وتاريخه الكبير ما قدرش يزينه ببطولة كأس العالم المنتظرة لشعب الأرجنتين، بس البطولة دي هي الأخيرة، واللي ميسي وقتها قال في تصريح ليه ربما سأخسر جسدي من أجل أن تفوز الأرجنتين في كأس العالم، سألعب حتى لو كنت مصابا، لا أملك شيئا لأخسره، إنها البطولة الأخيرة لي، إما أن أحقق المونديال أو سأندم عليها طوال حياتي. بطولة قطر 2022 36 مباراة متتالية دون هزيمة لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالوني. مجموعة الأرجنتين كانت بولندا والمكسيك، وكده كده ماتش السعودية مضمون، أول مباراة أسهل منتخب في المجموعة والسعودية، بس وقتها حصل إنجاز سعودي تاريخي وقدروا يكسبوا الأرجنتين 2-1، والعالم قالك بس يا عم المتخاذل اهو والمنتهي اهو، وميسي قصته بتخلص بشكل عادي مش مبهر. وبعدها قابلوا المكسيك وكسبوهم 2-0 وحسموا الصدارة والتأهل على حساب بولندا بنتيجة 2-0 علشان يصعدوا ويقابلوا استراليا في دور ال 16 ويكسبوهم 2-1.
وميسي سجل هدف رائع في البطولة دي. بس برضو العالم شايف انه لسه ما خدش كاس العالم وهيخرج عادي، وهولندا تكسب وتلاعب الارجنتين في دور ربع النهائي، والارجنتين تجيب هدفين وخلاص الماتش المفروض انتهى. بس هولندا صحيت ورجعت في الماتش العنيف جدا، لان الحكم وقتها خرج 18 كارت اصفر وكارت احمر للاعب هولندا، وكسبت الارجنتين في ركلات الترجيح بقيادة المستفز إيميليانو مارتينيز. وفي نصف النهائي الارجنتين تقابل كرواتيا تاني، فالعالم يقول لك خلاص كده ده نهاية مشوار الارجنتين. بس ميسي يرفض ويكسبوا الماتش 3-0، الماتش اللي ابدع فيه ليو، هدف وصنع ولف ودار وعمل كل حاجة، وكمان وصل للنهائي في 18 ديسمبر 2022، نهائي العالم بين فرنسا والارجنتين على ملعب لوسيل. اما يثبت ميسي انه الافضل في التاريخ، او يسيطر امبابي على العالم الجديد لكرة القدم. ابتدت المباراة اللي بيشوفها 1,500,000,000 شخص على الكوكب، تحسها نهاية العالم كرويا. الارجنتين بدأت بالهجوم، ومهارات دي ماريا نجحت انها تجيب ضربة جزاء لمنتخبه، وعلى التصويب ليونيل ميسي ويسجلها بقوة عشان يتقدم منتخبه في الدقيقة 23. بس الهدف كان بدري شوية بالنسبة لمباريات النهائي، فأكيد فرنسا هترجع. بس خلال 10 دقايق قدر أنخيل دي ماريا ومن هجمة رائعة يسجل الهدف الثاني عشان تتقدم الأرجنتين في 36 دقيقة بهدفين مقابل لا شيء للديوك. الشوط الثاني حاولت فرنسا ترجع، بس دفاع الارجنتين كان قوي جدا لحد ما جه كيليان امبابي في الدقيقه 80 ومن ضربه جزاء يتقدم لفرنسا بهدف. بس خلاص يعني البطوله بتضيع، ده فاضل 10 دقايق. بس امبابي اسرع من كده بكتير وقدر يسجل الهدف الثاني سريعا في الدقيقه 82 علشان تتعادل فرنسا. وميسي مش عارف يعمل ايه، وابتدى يجي في دماغه كل ذكريات البطوله اللي فاتت، وانتهت 90 دقيقه. في الاشواط الاضافيه قدر ميسي يتقدم للارجنتين، وخلاص كده المفروض المباراه خلصت. بس برضه ده مبابي، فيرجع في الدقيقه 118 ويسجل الهاتريك من ضربه جزاء علشان يتعادلوا ويوصلوا لركلات الجزاء. قدر فيها اخيرا المنتخب الارجنتيني انه يفوز علشان يحققوا ثالث كاس عالم في مباراه هي الافضل في تاريخ كرة القدم، في مسيرة لاعب هو الافضل على مر العصور. هو الليو، هو ميسي، هو من ارتدى الشال وشال.